تعليق قوي وناري من كابتن محمد أبو تريكة على رحيل ريبيرو من النادي الأهلي، حيث علق تريكة وقال تصريح مهم جدا جدا على موقف ريبيرو المدير الفني حاليا. الأهلاوي عظيم. قبل تصريح أبو تريكة الناري القوي التاريخي اعمل لايك، ايوه دعم تصريح ابو تريكة بلايك. ونبدأ تصريح تريكة حيث قال تريكة: انا عندي رأيي وبقول رأيي، نختلف نتفق، ما عنديش ادنى مشكلة، وكلامي هقوله يعني مش ما عنديش حرج ولا كسوف فيه. في ناس بتيجي من البداية يا اما تقرر المساندة يا اما تقرر انه لا احنا عندنا تارجت اشتغل عليه. ما هو التارجت؟ التارجت مثلا انه لا الراجل ريبيرو ده ما يكملش، وللاسف الناس دي ممكن تكون من داخل البيت. انا بتكلم كلام انا المسؤول عنه بنسبة 100%، ففي حاجة ممنهجة بصرف النظر عن اراء البعض اللي بحترمها جدا، ومنها اراء البعض اللي عايزين ريبيرو يمشي، حقهم. آراء البعض اللي شايفين مدرب دون المستوى، حقهم. او اني شايفين اللاعب الفلاني دون المستوى، حقهم. لكن انت خدها بس معايا، الدنيا كانت هايجة كده الاسبوع اللي فاتوا على ايه في النادي الاهلي، ودلوقتي هدوء خالص. ليه؟ فكر وشوفها كانت ماشية ازاي، الحتوتة كانت ماشية ازاي وبتمشي ازاي دلوقتي. فانا بقولك بس حصل دلوقتي هدوء خالص. في ناس عايزة تدير الامور بمزاجها وبتوحي للناس انه لو انت ما خدتش رضايا مش هتعرف تنجح، اللي هو خد رضايا انا الاول علشان تعرف تنجح. انا ممكن اكون مش مسؤول اداري او حاجة، ولكن انا يا باشا المفاتيح كلها في ايدي. تعالوا بقى نروح للخناقة أو الخلاف في وجهات النظر. ريبيرو مدرب هايل، ولو المجلس قرر الاستغناء عنه بكرة هفضل أقول إنه مدرب هايل. ما ينفعش حد يطلع يقول يمشي بعد ماتش بيراميدز. أنا شايفه مدرب كويس، وإيه اللي يزعل في ده؟ أنا مش هجبرك تمشي على رأيي، ولا أنت هتجبرني على رأيك. أنت حر تقول رأيك، انت من حقك تقول رأيك، وتعالوا نختلف أهلوية مع بعض. كأهلوية بقول اللي بيزعلني ان في ناس عاوزة تفرض رأيها انه يتنفذ. لا، في مجلس إدارة هو اللي يقرر الكلام ده. تاني، انا رأيي الشخصي ان المدرب ده هيعمل حاجة للأهلي بس محتاجة فترة، وهيعمل شيء للأهلي مع الوقت. ده وجهة نظري. انت شايف يمشي بعد 3 مباريات، ده وجهة نظرك وانت حر. الراجل ده لو مشي هطلع اقول لك الأهلي خسر الراجل ده، وبقولها اهو في الاستديو، ومش بحسب حسابات لأي حاجة ولا بقلق.